السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل وصفتنا. معايا حلة على النار فيها مية أول ما تغلي هنزل بالكوارع اللي أنا غسلاها جدا 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 كويس. وبعد كده هشيل الريم بتاعها وبوريكم إن الشوربة بتاعتها صافية وزي الفل، مش محتاجة تغيري المية. هنزل ببصلاية وطماطماية وورق لورا وفلفل أسود والملح لما تستوي هنزل بيه. انت بس حطي جزر تحطي توابل براحتك. معايا بقى طاسة على النار فيها معلقة من الزيت ومعلقة من التوم، هديهم تشويحة. وبعد كده هنزل بعصير الطماطم بتاعنا زي ما انتم شايفين. هنزل بقى ملح وفلفل اسود ورشه بسيطه من السكر، واول ما يختلطوا ببعض كده هنزل بمعلقه صلصه. كده بقى الكوارع بتاعتنا استوت. قطعتها كده قطع صغيره مع قرن فلفل، حطيتهم في طاجن وهنزل عليهم بالصلصه، وطبعا احطهم في الفرن على طول. معايا بقى هنا برضو طاسه على النار فيها معلقه كبيره من الزبده او السمنه، وهنزل بمعلقه من التوم هديهم تشويحه. واول ما ياخدوا لون كده هنزل عليهم بالخل وملح وفلفل اسود ورشه بسيطه من الشطه. بعد كده هنزل بمعلقتين من الصلصه اللي احنا لسه عاملينها. معايا بقى هنا العيش بتاعنا، انا حمصته كده بحته زبده عشان يديله طعم كده، وهنزل عليه بالشوربه. وبعد ما احط الشوربه كده هنزل عليه بالرز زي ما انتوا هتشوفوا. وبعد كده بقى هنزل بالخلطة اللي أنا عاملاها دلوقتي، هي الصلصة والخل. زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى الطاجن طلع تحفة ازاي يا جماعة، ريحته خطيرة. جربوه بجد والله ما هتندموا. يا رب الوصفة تعجبكم.